تسديد المراوغة تأتي من إسماعيل العرضية والراسية ممكن والهدف الأول. نعم والهدف الأول يأتي في الدقيقة. سقراط جاب الجديد نعم في يد الأثناء. إذا سقراط يفعلها ويسجل محور الدفاع نعم على أفضلية مغربية من خلال أول كرة وأول فيها خطأ. هل فيها خطأ اللقطة الماضية والثاني البرتغال واليوم في أحلى بداية أمام كاليدونيا. هذه الإعادة الكنترول الاصطدام حصل ولكن الإصرار تواصل. يأتي وليد بن صلاح هنا بلميد داودي يرفع الداودي والهدف الثالث. نعم والهدف الثالث عن طريق اللاعب وليد بن صلاح. يا لو من منتخب مغربي هجومي، يا لو من منتخب. تمريرة هنا داخل منطقة الجزاء بالكعبة تتحضر والتسديدة والرابع. برافو الداودي برافو. كرة بالعرض من جديد والخامس. نعم الفستيفال يتواصل، الكرنفال يتواصل، الأشبال يواصلون الزئير. هنا الخامس في هذا الشوط الأول خمسة وخميس. هنا بالعرض والراسية والهدف السادس. نعم الهدف السادس. كل الطرق تؤدي إلى الشباك، كل الطرق تؤدي إلى الشباك. نعم الطريق سالك نحو المرمى. سعيدي لمن سعيدي يرسل طويل الكنترول والسابع نعم السابع ياتي في شوط قياسي. نعم 7-0 زياد بها ينضم الى المسجلين في هذه المباراة. ما احلى هذا الشوط، ما اروع هذا الشوط. سكور نعم تاريخي بالنسبة للمنتخب المغربي. اذا كنا خسرنا بال6-0 امام البرتغال ولكن اليوم سنحكي عن رقم قياسي. هنا الكرة تسدد مباشرة والهدف الثامن الخلفي مباشرة إلى الشباك. ألم أقل لكم بأن مرمى كاليدونيا نعم باتت مفتوحة تماما. الطريق نحو منطقة الجزاء العرضية والهدف التاسع. نعم سرعان ما يتم التدارك عن طريق زياد بها في أقل من 5 دقائق. الكرة العرضية زياد والعاشر عن طريق اللاعب الحداني. العاشر مباراة للتاريخ وسكور تاريخي في تاريخ هذه ممكن تكون أعلى. التسديدة روعة الجول يا عبد الله يا وزان. اخيرا لا يمكن الا طرف يا ليمن. يلا 13 نعم الهدف الثالث عشر للمنتخب المغربي. مشاهدي الكرام سجل يا تاريخ. شخصيا هذه اول مرة 14 الان يمنى. هذه فرصة الهدف والرابع عشر. نعم الرابع المهرجان لا يتوقف، الفستيفال المونديالي لا يتوقف. اسماعيل العود يسجل الهدف الرابع وهي نفس عدد الاهداف. والمراوغة والتسديدة. الهدف الخامس عشر 15-0. نعم 15-0 مشاهدي الكرام. 15-0 مشاهدي الكرام. يا سلام يا اسماعيل يا سلام. مسيم يتوغل العرضية والهدف. نعم عبد الله وزان الماكينة الهجومية لا تتوقف. ارجع ثاني يلا تشوف والله بدنا في الرياضي يا بنجي على الشهرة عليك على الشهرة عليك على الشهرة عليك. Let's go. كونغراتوليشن برو، تبارك الله عليكم.
It was a great game today. Yeah. Win 16-0 against New Caledonia. Yeah, it feels great. 16-0 is not as much. You are not doing this normally in a match, so we are happy, but we don't have to be too happy because now we are making a party on the field. But we still have to wait what the other teams are gonna do, and in 2 days we see if we qualified or not. So we are happy, but we don't have to be too happy. We have to train. We have to do a good recovery. So yeah, that's it. Congratulations عبد الله. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة. بوهدي واحد من نجوم المباراة، الرجل الذي يستحق أن يكون نجم لهذه الثاني ان شاء الله. اكيد انه روح كانت كبيره للاعبين بين مباراه البرتغال بين الاحباط اليوم، روح استثنائيه بالنسبه للمجموعه كلها. حاولنا ننساو الماتش كما قلت لك، بحال نبداو من جديد، والحمد لله ربي وفقنا، بدينا بدايه موفقه، ماركينا في الدقائق الاولى، وهادشي عاوننا بزاف باش نربحوا بالنتيجه. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، هنيئا. سنحاول اخذ المزيد من الارتسامات. If possible, more players please. ننتظر قدوم أكبر عدد من اللاعبين لأخذ ارتساماتهم بعد نهاية هذه المباراة للفريق الوطني أمام منتخب كاليدونيا الجديدة. أخذنا ارتسامات عبد الله وزان وبوحدي في انتظار قدوم نبيل باها والمزيد من اللاعبين. هنا سي نبيل باها. نبيل الله يعطيك الصحة، فيليسيتاسيون. كنا كونفيون قبل الماتش سانسيرمون في سيونس دونترينمون. في الحديث ديالنا كنا واثقين من هذه المجموعه. فيكم شنو اللي تغير اليوم نبيل في الفريق الوطني؟ Déjà, je veux remercier vous les journalistes qui nous a donné cette confiance hier à l'entraînement. Ça a été important de sentir que vous êtes derrière nous. Ensuite, les supporters qui sont venus aujourd'hui, très nombreux encore une fois, pour supporter notre équipe. Ils ont toujours eu confiance en nous. Nous, on n'a jamais douté. C'était important de gagner ce match avec beaucoup de buts pour pouvoir avoir espoir de passer sur ce prochain tour. Maintenant, c'est un autre tournoi. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec les autres matchs. Et Inch'Allah, on sera pour le prochain tour. نبيل، شنو اللي خلاك شونجيتي ليكيب تقريبا واحد 60% من لو جروب، وحتى اللعابه اللي كانوا تيتولى في الماتشات اللي فاتوا لما دخلوا قدموا الاضافه للفريق الوطني اليوم؟ Bah, il y a des fois, il faut un électrochoc. Et ça, c'était important qu'ils aillent goûter un peu sur le banc de touche. Comme ça va les réveiller, ça va leur permettre de savoir qu'il y a encore des joueurs sur le banc qui ont la capacité de jouer, qui peuvent aider l'équipe. Et ce qui a été bien, c'est que quand ils sont rentrés, ils n'ont pas fait la gueule. Ils sont rentrés pour aider l'équipe et pour marquer des buts. C'est important. C'est ça, une Coupe du Monde, c'est un groupe solide avec 21 joueurs qui sont tous importants. Mais on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont être le plus important. نبيل، سمعت على انه نبيل باها قال اللاعبين هضروا مع بعضياتكم في لوتيل، هضروا مع بعضياتهم، كان واحد الكوميونيكاسيون اللي كانت مهمه، كان عندها لامباكت ديريكت. هاد لا ديسيزيون كيفاش تاخديتيها اللي خلات ربما عطات اون فالور اجوتي لو جروب اليوم؟ Non, c'est important. Ça fait maintenant 2 ans qu'on vit ensemble. C'est important qu'à un moment donné, les joueurs parlent ensemble, se disent les vérités. Faut pas que ça soit toujours l'entraîneur. Là, ils ont fait leur réunion, c'est très bien. J'aurais aimé le voir peut-être avant. Mais bon, le timing, ils l'ont décidé eux-mêmes et ils ont pris leur responsabilité. Et aujourd'hui, je tiens à les applaudir parce que marquer 16 buts même, c'est pas facile. C'est pas facile. Il fallait se racheter des 2 premiers matchs et on l'a fait. Inch'Allah, on est qualifié normalement, si je me trompe pas. Et de toute façon, il faut continuer, il faut servir de ce match, il faut continuer à faire plus. Prochain match, Inch'Allah. Je pense que le groupe est plus fort aujourd'hui que pendant les 2 premiers matchs de la Coupe du Monde. Ouais, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit. On a bien préparé ce match, comme j'ai dit, et sur le terrain, on a mis les ingrédients qu'il fallait pour mettre le maximum de buts. Et aujourd'hui, on est content, on est fiers. Hein. تبارك الله عليك نائل حداني، فيليسيتاسيون اونكور اون فوا. نائل حداني سيكون معنا زياد باها للحديث ولربما التقرب من معنويات هذه المجموعه. نتحدث عن لاعبين صغار في السن، اعمارهم تقل عن 17 سنه، وبالتالي الجوانب الذهنيه مهمه ومهمه جدا. زياد، فيليسيتاسيون، تبارك الله عليك. شنو وقع اليوم؟ الكتروشوك اليوم كونتر ليكيب ديال لا نوفيل كاليدوني. شنو اللي وقع اليوم للجروب؟
On savait que ça allait être un match compliqué. On a affronté ce match-là comme les deux autres. Mais ce match-là, on a eu beaucoup de réussite devant le but. Il y a presque tout le monde qui a marqué. C'est le plus important. Je pense que l'entame du championnat. Ouais, je pense qu'on vient de commencer à montrer c'est quoi le Maroc et on espère le faire plusieurs fois jusqu'à la finale, Inch'Allah. Merci beaucoup. زيد إن شاء الله. أعود إليك مراد. مراد مساء الخير. بعد خسارتين أمام اليابان وأمام البرتغال الثقة كانت كبيرة في العناصر الوطنية وهي اليوم تحقق أكبر انتصار في تاريخ نهائيات كأس العالم 16 هدفا مقابل شيء أمام منتخب كاليدونيا الجديدة فيما منتخب البرتغال انهزم بهدفين مقابل هدف واحد أمام منتخب اليابان. أجواء جميلة بعد نهاية المباراة. سنحاول أن نقربكم مما يحيط بمباراة المغرب وكاليدونيا بعد نهاية هذه المواجهة في انتظار قدوم اللاعبين سيأتون بعد ما يقارب الدقيقة أو دقيقتين. هكذا الأجواء. سوفيا لو سمحت. هنا مدرب البرتغال يتحدث عن مباراة منتخب بلاد البرتغال الذي كان مرشحا للفوز على اليابان انهزم بهدفين مقابل هدف واحد. ربما واحدة من المفاجآت في الجولة الأخيرة من نهائيات كأس العالم. الفريق الوطني اليوم يكسب محطة مهمة جدا. منتخب يتجاوز منتخب تونس ثالث المجموعة الثالثة. يتجاوز أيضا إمكانية تجاوز منتخبي الإمارات وكوستاريكا وبالتالي لديه حظوظ كبيرة جدا للتأهل كأحد أفضل التوالت الثمانية في نهائيات كأس العالم. لازلنا في انتظار اللاعبين في انتظار قدوم اللاعبين لأخذ ارتساماتهم بعد نهاية هذه المباراة. هكذا هي الأجواء. نتابع ما يجري هنا في المنطقة المختلطة. الكل يتحدث بإعجاب كبير عن أداء المنتخب الوطني. كيف تغيرت الأمور بين ليلة وضحاها وكيف عادت الروح لهذه المجموعة وكيف تحكم اللاعبون في أعصابهم. تغييرات نبيل بها اليوم نرفع له القبعة. أدار المباراة بشكل ممتاز في الدقائق الأولى لما كان منتخب البرتغال يلعب أو منتخب كاليدونيا يلعب مكتمل الصفوف. الفريق الوطني سجل 3 أهداف بعدما تم طرد لاعبين. ربما قوة شخصية الفريق الوطني اليوم كانت استثنائية وهو ما صنع الفريق أمام منتخب كاليدونيا. لو استمرت الرحلة في نهاية كأس العالم ربما الفريق الوطني سيظهر بصورة المباراة. هكذا هي الأجواء. تقوت حظوظ الفريق الوطني لبلوغ الدور المقبل وما يثير للانتباه هي قوة شخصية العناصر الوطنية التي أدت أفضل مبارياتها في هذه البطولة في انتظار خص الجميع يعرف في الداخل وفي الخارج على أن التحديات مش احنا اللي تنقلبوا عليها. بالحق إلا لقيناها في طريقنا تنعرفوا نتغلبوا على التحديات. احنا شعب التحدي منذ القدم وسنبقى. خص الجميع يعرف في الداخل وفي الخارج على أن التحديات مش احنا اللي تنقلبوا عليها. بالحق إلا لقيناها في طريقنا تنعرفوا نتغلبوا على التحديات. احنا شعب التحدي منذ القدم
وسنبقى